وفي خبر سار ومفرح سيعجب المغاربة خاصة المغاربة الدراوش والفقراء، وكلنا فقراء أمام الله وعند الله ولله الحمد، بخصوص الدجاج لنتعرف عن التفاصيل. ولكن قبل وللتعريف بي معكم دائما أنا على كازاوية نيوز. والآن بعجالة إلى التفاصيل. شهدت الأسواق الوطنية المغربية خلال الأيام الأخيرة تراجعا ملحوظا في أسعار الدجاج، حيث وصل ثمن الكيلوغرام الواحد من الدجاج الحي إلى حوالي 14 درهما في عدد من المناطق، تقول ذات المصادر، وهو انخفاض رحب به المستهلكون بعد أشهر من الارتفاعات المتتالية. وكيشكل هذا التراجع متنفسا حقيقيا للعديد من الأسر اللي كتعتمد بشكل كبير على هذا المكون اللي هو اللحوم الدجاج أو اللحوم البيضاء، خاصة الأسر الدرويشة في تغذيتها اليومية، خاصة في ظل ارتفاع أسعار اللحوم الحمراء، مما يجعل الدجاج الخيار الأكثر ملائمة للقدرة الشرائية للمواطنين البسطاء. وعبر عدد من المواطنين عن ارتياحهم الكبير للانخفاض الأخير، مؤملين أن يستمر خلال الأسابيع المقبلة إن شاء الله، معتبرين أن الأسعار الحالية أقرب إلى المستوى الطبيعي مقارنة بالزيادات اللي أثقلت ميزانية الأسر في الفترة الأخيرة الماضية. وانتم بشحال باش خديتوا الدجاج اخر مره، مع ذكر المنطقه فين كتواجدوا؟ واش حتى نتوما في المنطقه ولا المدينه ديالكم كيتباع الدجاج غير ب 14 درهم للكيلوغرام الواحد فقط؟ شكرا لكم متابعينا الكرام على طيب الاستماع. نتلاقاو باذن الله في فيديو جديد مع اخبار جديده، نلقاكم باتم الصحه والعافيه. الى اللقاء والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.